نشوفوا هذا اللي راه يهضر هنا في الفيديو ومن بعد نوليو. هذا راه وزير، يعني وزير يهضر بالكلام اللي راكم راح تسمعوه ان شاء الله. نسمعوه ونعاودوا نوليو ليه. ما تزيد علينا لا بالدولار لا بالاورو. الاورو تاعك ما يجيبش قهوه، الاورو تاعك تسوى 22000 تجيب لي القهوه ولا كريم والطاب وحبه بيض وحبه كرواسون وتفضل لي مثلا 20000 اذا كنت الاورو تاعك تشد به. او باش نقارنوا بالحقيقه. انت الاورو تاعك ما يجيبلكش القهوه. الاورو تاعك تشد 22000 عندي انا ناكل منها ونشرب ونفطر وتصلي. هذا واش اللي نعرف باش نقارنوا امورنا. شفت اذا واش راه يقول؟ راه يقول لك يعني شوفوا وصلت درجه تاع الغباء تاعهم. وهذا في الاول انا حسبته مواطن عادي ما يعرفش يعني معليش، ولكن ظهر بانه وزير في الدوله. يعني هذا كيفاه حتى وصل باش يوصل للرتبه تاع وزير. قال لك الاورو يعني يسوى 1 اورو يسوى 220 دينار يعني 22000. الاولى يعني راك طيحت بالدينار الجزائري، وانت راك جزء من هذا. ما نقولوش النظام، لانه لو نقولوا النظام تولي ندخل في السياسه. احنا خاطتنا السياسه، ولكن هذه يعني الكل يعرفوها. الداني والقاسي كي تقول له 1 اورو يساوي 22000 دينار يعني 220 دينار، هنا تعرف بلي طيحت بقيمه الدينار. لو كان قالها مواطن الله غالب عليه، موش هو اللي راه يتحكم، ما عنده حتى مسؤوليه. ولكن انت راك مسؤول في قطاع، راك وزير، وتفتخر بانه 1 اورو يساوي 220 دينار، وتقول لهم باللي يعني 1 اورو ما يخلص لك، ما يجيبلكش قهوه في فرنسا، وهنا في الجزائر شوف يجيب لك قهوه وكرواسون ويغديك ويعشيك. يعني الكذب يعني باينه. ولكن احنا ما يهمناش الكذب تاعكم، لانه والفنا بالكذب تاعكم. والناس حتى الناس ما تسمعكمش نهائيا. انا يعني هذا الفيديو والله تلاقيت معاه بارازار، من بعد حسبتك يعني مواطن عادي. حتى علينا ما نعرفوكمش شكون الوزاره وشكون المسؤول. الشعب راه في واد وانتم في واد. ولكن من بعد ظهر بانك وزير. على الاقل واحد كي تعود فيه فضيحه، كي يعود فيه عيب والله في جارو، على الاقل ما يهضروش. ولا كان يهضر له يعني ما يفضحش. انت العيب هذا راه فيكم، لان انت واحد من الجماعه اللي يطيحوا بالدينار الجزائري. راك خدام في الدوله، راك وزير، وتزيد تجاهر بالمعصيه، تجاهر بالفضيحه اللي فيكم. 1 اورو يساوي 220 دينار وتزيد تفتخر بها وكانك يعني حاجه كبيره، وتزيد تكذب. خبراء الاقتصاد والسياسه والدبلوماسيه المخضرمين والمحايدين يوجه الكتاب، يوجه المنشورات تاعو والاعمال تاعو طلاب الجامعات، ماهيش المسؤولين ولا الرؤساء ولا، لانه تلقاهم اساتذه في الاقتصاد والسياسه. واش يقول لك؟ يقول لك اي دوله تقاس بزوج عوامل. اذا كان حبيت تعرف تلك الدوله اذا كان راهي في الطريق الصحيح ولا في الطريق الخطا، زوج عوامل تقيسهم عليها، هي العمله وجواز السفر. لان العمله مرتبطه بالاقتصاد. يعني اذا كان عندك اقتصاد قوي العمله تاعك رايحه تطلع اوتوماتيك. اذا كان ما عندكش اقتصاد راك غير تستورد فقط، هنا العمله تاعك راح تهبط. موش كل واحد كيما يحب يطلع يحب يهبط. العمله تاعك تمشي على الاقتصاد. على واش عندك؟ والاقتصاد هو العمود الفقري للدول. اذا كان عندك راك تدخل في عمله صعبه من الخارج، ولو كان حتى راك تتاجر في الكوكايين، المهم راهي تدخل لك عمله صعبه، عندك مصانع، عندك انتاج، راك تصدر للخارج تدخل لك عمله صعبه، هنا العمله تاعك راح تطلع. اذا كان ما عندكش اقتصاد راك غير تستورد فقط، هنا العمله تاعك راح تهبط. يعني اذا كان الباب راهم يجوا في اتجاه واحد، جايين برك ما كاش مبادلات تجاريه، واذا كان مبادلات على استحياء، تبعث بابور وتجيب 20 بابور من هي سلعه. دونالد ترامب نهار اللي دخل لامريكا حكم البيت الابيض في امريكا، الاولى قال لهم نقطع العلاقات مع الصين. لماذا؟ لانهم قالوا ما عندناش تبادل تجاري. قال لهم راني نشوف البابر جاي يمشوا في اتجاه واحد، البابر تاع الصين الكل جاي في اتجاه امريكا ويوليو فراغه، ما عندناش تبادل تجاري. احنا ما عندناش تبادل تجاري. اي عمله تطلع وتهبط بالاقتصاد. احنا احنا العمله عليه واش هبط العمله تاعنا؟ ما عندناش اقتصاد. رانا غير اي حاجه مباشره ما يسيوش كيف يحلوها هنا في البلاد، يروحوا مباشره لامبورطاسيون، حاجه سهله. ومن بعد ما على بالش بالاضرار تاعها اكثر من المنافع. الحاجه الثانيه وهي جواز السفر. جواز السفر لانه به تقاس الشعوب. الى عاد الشعب تاعك راه عايش في رفاهيه حقيقه، وعندك سياسه حكيمه وعندك دبلوماسيه والدوله تاعك راه معترف بها، والشعب تاعك يروح للدول ماهوش على بالهم بلي ماهوش رايح يدير لهم مشاكل، ماهوش راح يقعد ثمانية راح يحوس توريستيك ويجي يروح، هنا يوليو يفتحوا لك الدول الكل، تفتح لك الابواب بدون فيزا. ولكن اذا كان تشوف جواز السفر تاعك من رايح غير يولي اللور، الى السنه تدخل 50 دوله بدون فيزا، العام الجاي تولي تدخل ب40، حتى ال10 هذيك تعاود تشرط عليك الفيزا وتزير عليك في الفيزا، تولي ما تمدلش. اذا كانت تمد 50% تولي تمد 30%. ولهذا يعني شفنا احنا عبد القادر مساهل في النظام السابق تاع بوتفليقه ربي يرحمه، فتشوف في المطار الفرنسي وامام الكاميرات
رغم انه يحمل جواز سفر دبلوماسي ماهوش جواز سفر عادي. هنا علاه داروا له هذا؟ على ما راحوش، كانوا قادرين يخلوه يخرج من المطار يدخل فرنسا في شوارع باريس يحكموه يفتشوه ويديروا له اي حاجه، كانوا قادرين يفتشوه بلا ما يصوروه، ولكن حبوا يديروا اهانه للجزائر بان جواز السفر تاعكم ما يسواش. لهذا قلت لك يعني الدول تقاس بجواز السفر والعمله. حنا سي خونا شتو واش قال لك ها كيف نقيسوا الدول، ها كيف تتقاس. ما يكذبش كاين الحكم 1 اورو قال لك ما يجيبكش قهوه في اوروبا في فرنسا ويسوى 220 دينار في الجزائر تشري بها تغدى بها وتتعشى بها ويفضل لك الصرف. ويزيد يطنه في الاغبياء طبعا اللي يسمعوا له، تالي الشعب الاغلبيه تاعو فقط وما على بالهمش بكم واش راكم ديروا خلاص، يطنه فيهم ويقول لهم ها كيف نقيسوا الدول. هنا رايحين تقلبونا غير المارشاريال، راكم حابين تعيشوا الشعب في الوهم كما كانوا عايشينهم من قبل.